قلنا في المحاضرات اللي فاتت عشان لأغراض المقارنة بينه وبين الشركة أو المصنع. شركة بتتاجر في خدمة أو بتقدم خدمة، وشركة تانية بتصنع منتج وبتبيعه. اتكلمنا عنه بس في نطاق المقارنة، ولكن النهاردة هنتكلم عن طبيعة شركات الريتيل. شركات الريتيل في مصر شركات كتيرة قوي، ماركات عالمية. مفترض ان انت كمحاسب تكون عارف الفرق. هنتكلم عنه بشيء من التفصيل وهنتطرق لحسابات المخازن فيه. بدعوكم معايا ان احنا نروح على البورد ونشوف ازاي حسابات الريتيل احنا كمحاسبين نقدر نتكيف ونتعامل معاها، ازاي نقدر نعمل تقاريرها، ايه هي المعالجات المحاسبية الخاصة بمجال الريتيل. هنتخصص فيه النهارده. الحقيقة المرة اللي فاتت اتكلمنا عن المصانع، النهارده هنتكلم على حسابات التريدنج او مجال الريتيل. وتعالوا مع بعض نشوف على البورد موضوعنا النهارده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. Accounting for Retail Business. Merchandise Operational. القصة كلها في شركات الريتيل يا جماعة هو شراء وبيع برودكت. يعني بنشتري بضاعة، بنخزنها وبنبيعها. طيب، الهدف الأولاني لينا في الكورس زي ما احنا اتعودنا، طبعا احنا الكورس بتاعنا بيبقى مجموعة من الأهداف. هندرس السبلاي تشين ذات لينك سبلاير ريتيل اند كاستمر. يبقى لازم يتم تواصل اكيد ما بين السبلايرز والريتيلرز والكاستمرز. هنتكلم النهارده عن الموضوع دوت. سبلاي تشين، انا عندي ريتيلر، ديستريبيوترز، ترانسبورترز، ستورج فاسيلتي، سبلايرز. كل ده السبلاي تشين ايتمز. تعال نشوف بالجرافيك السبلاي تشين. القصه ان انا عندي ريتيلر، ده محل ريتيلرز. ازاي محل الريتيلرز بتجيله بضاعه او ايه هو اللي بيعمله؟ بتخرج بضاعه من المانيفاكتورنج، من المصانع الى الهول سيلر، ومن الهول سيلر الى الريتيلرز. يبقى الترانزاكشن بالنسبه لي هو خروج بضاعه زي ما احنا شايفين من المانيفاكتورنج الى الهول سيلر، وبناء عليه البضاعه دي خرجت الى الريتيلرز. وممكن من المانيفاكتورنج دايركت الى الريتيلرز. دي بنسميها مشترياتنا من البضاعه. بيبدا بعد كده يتعامل دايركت مع الكونسيومرز او المستهلكين المباشرين من خلال محل الريتيل او من خلال سلسله محلات. سبلاير ريتيلر ريليشن شيب، العلاقه ما بين السبلاير الموردين والريتيلر هنشوفها دلوقتي زي ما انتم شايفين في الرسمه دي. مانج بيرشيز ريتيرن، ايدنتيفاي سبلايرز. مرحله طبعا تحديد المورد دي مرحله برضو مهمه جدا. يمكن كنا تطرقنا المحاضره اللي فاتت عن تحديد العملاء، ازاي نقدر يتم اختيار العملاء الخاصين بينا. حتى السبلايرز برضو في كرايتيريا او في مواصفات معينه لاختيار موردينا. اختيار موردينا زي اللي قلناها في العملاء بالظبط، لازم يكون عندي ملف لكل مورد، ولازم كل مورد يكون عندي العقد في الملف بتاعه، في العقد وكل البيانات بتاعته الخاصه ب يعني السجل التجاري والبطاقه الضريبيه، عشان خاطر اغراض الضريبه وضرائب الخصم والاضافه عندنا فيها قصه كده. ولازم يكون عندي ملف متكامل لكل الموردين اللي انا بتعامل معاهم. والعقد اللي بيني وبين المورد بيرشيز جودز اون كريدت، ان انا بشتري بضاعه بالاجل، بدفع باي كاش، بمانج البيرشيز ريتيرن. يبقى دي العلاقه ما بيني وبين السبلاير، هي مشتريات، مردودات للمشتريات دي، مدفوعات نقديه، ملف خاص بيه عشان اقدر احدد فيه العملاء اللي انا هتعامل معاهم الفتره اللي جايه. ده القصه ببساطه شديده زي ما انتم شايفينها على الرسم. طيب ايه العلاقه ما بين الريتيلر والكاستمر؟ اكيد في علاقه ما بين الريتيلر والكاستمر. برضو هنلاقيها هي علاقه مبيعات، ان انا بعت بضاعه. علاقه تانية تحصيلات حصلتها، يعني سيل جودز فور كاش اور كريدت، يعني مش شرط الطريقه لكن في الاخر عندي مبيعات. كوليكشن سواء كاش او كريدت. مانج السيلز ريتيرن،
ازاي اعمل اجراءات وسياسات تخليني اريتين الكاستمرز واحافظ عليهم وابدا اعمل لهم قياس. وبالمناسبه زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الريشيو. عندي ساتسفاكشن ريشيو خاصه دي بالعملاء، بقدر اقيس بيها مدى رضا العملاء عن المنتجات بتاعتي. وعندنا طبعا في القصه دي كلام كتير قوي واكتر من طريقه لقياس مثل هذا النوع من المؤشرات الماليه. ريتيل انفنتوري سيستم، طبعا ازاي نسجل الانفنتوري جوه محل جوه بيزنس الريتيل. انا اقدر اشتغل بريودك واقدر اشتغل بيربيتشوال. ايه الفرق بين البريودك والبربيتشوال؟ البريودك ابديت انفنتوري بيريوديكلي، طبعا كل فتره بعمل ابديت على حساب المخزون مش كل ترانزاكشن. خلي بالكم ده فرق مهم جدا، ان انا بابديت حسابات المخازن عندي كل فتره مش كل ترانزاكشن. الفتره دي قد تكون اسبوع، قد تكون شهر، قد تكون اسبوعين، قد تكون هي فتره ماليه في الاخر. must take physical count at the end of accounting period. عند نهايه كل فتره دي تطلع بقى اسبوع، تطلع شهر، تطلع فتره ماليه، تطلع 3 شهور، تطلع سيزون، زي ما تطلع. عند نهايه كل فتره انت حددتها المفترض انك تعمل ايه؟ تجرد المخزون عندك عشان تكالكوليت الكوست اوف جود سولد. يبقى لو انت بتستخدم طريقه البريودك في حساب المخزون، عليك انك تكون عارف انك هتحسب تكلفة مبيعاتك كل فترة بعد كل جرد، يعني تجرد وتعرف تكلفة مبيعاتك كام. طيب لو انت بتشتغل بطريقة بيربيتشوال او بنسميها الجرد المستمر، يبقى الطريقة الاولانية احنا بنسميها الجرد الدوري، الطريقة الثانية بنسميها الجرد المستمر. طريقة الجرد المستمر طبعا وهي الاكثرها شيوعا واللي مستخدمة حاليا، لانها بتساعدني ان انا احدث كل بياناتي بشكل مستمر، وان انا اقدر اعمل مركز مالي ان شاء الله حتى اعمله كل اسبوع ما عندكش اي مشكلة، لان بياناتك كلها مكتمله وما عندكش اي مشكله. ومش شرط انك تجرد المخازن عشان تعرف تكلفه المبيعات. تكلفه المبيعات عندك بتحدد كل عمليه، كل ترانزاكشنز. يبقى لو انا بستخدم طريقه البريودك انا بحدد تكلفه المبيعات بير بيريد او بير بيريودك بيزز. لكن لو انا بستخدم طريقه البربيتشوال تكلفه المبيعات عندي بير ترانزاكشنز، يعني كل ترانزاكشنز ببدا اعرف بعديها تكلفه المخزون بتاعي قد ايه وتكلفه مبيعاتي قد ايه. طبعا فيزيكال كاونت اوف انفنتوري مش شرط لحسب تكلفه المبيعات، ولكن بيتم اتليست مره في السنه عشان احسب الفروقات في المخزون، وهنتكلم عنها النهارده انفنتوري شرينكج. طيب الاوبجكتيفز الثاني ازاي اعمل قيودي اليوميه الخاصه بحسابات المخزون. انا عندي علاقه مع سبلايرز وعندي علاقه مع عميل، يعني عميل ببيع له بضاعه وسبلاير بشتري منه بضاعه، وبناء عليه بعمل هامش الربح بتاعي. وبالتالي انت في ريليشن شيب بتوين الريتيلرز دوت والسبلايرز، وعندنا برضو في المقابل الريليشن شيب بتوين الريتيلرز والكاستمرز. الريليشن شيب اللي بتوين الريتيلرز والسبلاير متمثله في حساب المشتريات. بيرشيزز انفنتوري كاش اور كريدت، بشتري مخزون سواء كاش او كريدت. باي فور بيرشيزز، بدفع حق البضاعه اللي انا اشتريتها ويزن ديسكاونت بيريد. والجزء ده برضو في تركه كده محاسبيه هنتكلم عنها النهارده، ان انت ممكن يكون نظام السداد عندك طبقا انك لو سددت خلال مثلا 10 ايام تاخد 2% خصم، او انك تسدد الاجمالي المبلغ في خلال مثلا 30 يوم. هنتكلم عنها النهارده. هنتكلم على سداد المشتريات بيفور وافتر الديسكاونت بيريد. وطبعا لو انت عندك ريتيرن لدامج جودز فور ريفاند اور اكسبت ان الاونس اوف جودز، هنتكلم عن العلاقه ديت. عندنا ترمينولوجي كده محتاجين نتكلم عنها. انفويس، بيل، ذا دوكيومنت سيلز اوف جودز. عندي طبعا اداره بتعمل الفواتير البيعيه. عندي كريدت تيرم ازاي بيكون في طبعا فواتير بيعيه على المبيعات. وعندي برضو اداره الاكونت بيبل بتستلم الفواتير من الموردين عن المشتريات. كريدت تيرم برضو بتسري على الايرادات على المبيعات والمشتريات، بس احنا هنا بنتكلم على المشتريات. كريدت تيرم دي انا واخدها من السبلاير. كوميونيكيت وين بيمنت از ديو، زي ما احنا شايفين كده على الشاشه N/30 دي معناها must pay full price within 30 days، يعني لازم تدفع حق او صافي المستحق عليك في خلال ماكسيمم 30 يوم. N/طبعا
EON معناها full invoice price due to او due by end of month. يبقى دي ممكن تكون الكريدت تيرم بتاعتي مع او الاتفاق اللي مع الموردين. طيب بيرشيز ديسكاونت، هل ممكن المورد يديني ديسكاونت لو انا سددت الانفويس في خلال فتره؟ طبعا. بس عايز اقول لك ان البيرشيز ديسكاونت deduct from the invoice price granted to encourage earlier payment. يعني احنا دايما بيديهوني المورد، بيديني السداد دوت عشان يشجعني ان انا ادفع الفلوس المستحقه عليا قبل ميعادها، وبالتالي بتلاقي الشكل في البيمنت او في الكريدت تيرمز كده 2/10 n/30. 2/10 يعني انا هاخد خصم 2% لو قدرت اسدد قيمه الفاتوره بتاعتي في 10 ايام. لو ما نجحتش ان انا استفاد من الخصم دوت او من الاوبشن ده، عليا ان انا اسدد صافي الفاتوره بحد اقصى 30 يوم. دي معنى الجمله دي. هقولها تاني، الجمله دي معناها ان انا هاخد خصم 2% لو نجحت ان اسدد خلال 10 ايام، لكن لو ما استغلتش الاوبشن ده مفترض ان اسدد الفاتوره بتاعتي خلال فتره لا تتجاوز ال 30 يوم. ده معنى كلمه الكريدت تيرم مع المشتريات دي. طيب ايه موضوع مردودات المشتريات والالاونس؟ بيرشيز ريتيرن اند الاونس. بيرشيز ريتيرن طبعا دي مرتجعات لبضاعه برجعها للسبلايرز. الاونس ريديوس ان ذا كوست اوف ديفكتد ميرشندايز ريسيفد. استلمت بضاعه وما كانتش مطابقه للمواصفات او مطابقه للعينه، ببدا طبعا بعيد شراها او بستبدلها او برجعها او باخد عليها الاونس على حسب الاتفاق اللي بينك وبين السبلايرز بتاعك. عندي طبعا سبسيدري اكونت لحساب البيبل ليدجر، عندي حساب لكل مورد زي ما قلنا، وعندي ملف برضو لكل مورد. مهم جدا زي ما قلنا ان الملف يكون متكامل. كل الموردين عندي فيها العقد، فيها نسخة من القوائم المالية بتاعته، فيها نسخة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية محدث. كل ده طبعا مهم جدا في ملف المورد عندي. انا عندي فاتوره من مورد ثمنها 300,000. عملت مرتجعات بيرشيز ريتيرن ب75 وخدت ديسكاونت 2% من 225 يعني 4500. يبقى كاش بايد within ديسكاونت بيريد. يعني انا هنا نجحت ان انا استفاد من الديسكاونت بيريد اللي هي كانت 2/10. ده معناها ان انا قدرت اوفر للشركه في سداد مبكر 4500 جنيه. ده مهم جدا يا جماعه في الكاش فلو. المدير المالي مطالب منه ان هو يدير الكاش فلو، وبناء عليه يقدر يقرر هيعمل ايرلير بيمنت للسبلايرز عشان يستفاد من المبلغ ده ولا لا. كل ده قرار بياخده المدير المالي طبقا طبعا للكاش ستيتس عنده، وبيبدا يشوف هل عنده كاش سيربلس ولا لا. لو كان عنده كاش سيربلس يبدا يستخدمه في ان هو يستفاد ويوفر على الشركه 4500 جنيه. طيب في حاله ان انا مش هقدر استفاد من الخصم، ايه اللي هيتم؟ في حاله ان انا مش هقدر استفاد من الخصم، عادي جدا هدفع ثمن الفاتوره ناقص المرتجعات اللي عليها، وبالتالي هدفع 225. لاحظ ان انا ما استفدتش هنا من 4500 جنيه لان انا دفعت في فتره ال 30 يوم اللي هي ما بين 11 يوم و30 يوم. طيب شكل القيود عندي هتبقى عامله ازاي؟ طبعا انا في اول حاجه لما اشتريت البضاعه من العملاء في 7 ابريل سجلت الانفنتوري ديبت انفنتوري كريدت اكونت بيبل ب 300,000. وطبعا وصف القيد اوعى تنساه. وتعالى نشوف مع بعض على البورد ازاي بيتم ترحيل القيد دوت على الحسابات. انت القيد بتاعك كان اكونت بيبل كريدت انفنتوري، وبالتالي بتلاقي حساب الانفنتوري سمع بالمبلغ دوت، وحساب الاكونت بيبل سمع بالمبلغ دوت. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ انا سددت للموردين حق البضاعه اللي انا اشتريتها منهم كاش، دفعت لهم 220,500 وحساب الانفنتوري 4500. نجحت ان انا استفاد من فتره الخصم اللي هي في خلال ال10 ايام. طيب تعال نشوف القصه ما بين العملاء. القصه في العملاء احنا كنا ادينا محاضره المره اللي فاتت تخصصنا فيها عن العملاء، عشان كده يعني هنقولها بسرعه المره دي.
انا عندي سيل انفنتوري، علاقتي بالعميل او علاقه الريتيلرز دوت بالعميل، ببيع بضاعه وبستلم فلوس. دي كل القصه، ببيع بضاعه سيلز ريفينيو، استحق عليه فلوس، بعت له البضاعه، كوست اوف جود سولد، كوست اوف انفنتوري ذات هاز بين سولد تو كاستمر. وطبعا حسابات العملاء هنا في القصه ديت ممكن تكون ليها اكتر من طريقه على حسب الاتفاق. يعني ممكن اكون حاطط بضاعه بصفه امانه، او مديله بضاعه واخد فلوسها، او مديله بضاعه واخد دفعه، على حسب الاتفاق ما بين الريتيل او الريتيلرز والعملاء بتوعه. ريسيفد البيمنت، طبعا اديته ديسكاونت، خدت النت، عمل ريتيرن، خصم الريتيرن. كل ده طبعا بالنسبه لي بيتمثل في النت بيمنت اللي هاخدها منه. طبعا بيكون في زي يعني على الطرف الثاني بيكون عندي برضو سيلز ريتيرن، زي ما كان عندي بيرشيز ريتيرن في المشتريات هيبقى عندي سيلز ريتيرن في المبيعات، وزي ما كان عندي الاونس في المشتريات برضو هيكون عندي الاونس في المبيعات عشان الديفكتيف ايتم او الاصناف اللي مش مطابقه للعينه. طبعا هيكون عندي سبسيدري اكونت متمثله في حسابات العملاء. وطبعا هعيد حاجه قلتها في المحاضره اللي فاتت فيما يتعلق ب حسابات ملفات العملاء. لازم يكون عندنا ملف لكل عميل يكون فيه الكريدت ابلكيشن بتاعه، ويكون فيه كل حاجه تتعلق بالاتفاق اللي بيننا وبين بعض وكل المراسلات اللي بيننا، وطبعا السجل التجاري والبطاقه الضريبيه. طبعا امر بديهي ان انا يكون عندي كل الكلام دوت. طيب كريدت اند باد اند ديبت كاردز. احنا هنا بنتكلم عن ديبت كاردز ريكورد سيرفيس تشارج ات تايم اوف سيلز، كريدت كارد ريكورد سيرفيس تشارج ات تايم اوف بيمنت از ريسيفد فروم كريدت كارد كومباني. القصه طبعا هنا ان انت لو انت بتشتغل بالديبت او الكريدت كارد، كيفيه التسجيل زي ما احنا هنشوف الكلام ده وهنقوله. انا عندي في 9 مايو بعت بضاعه، حملت على الاكونت ريسيفبل 28000. الطرف القيد الثاني كان السيلز ريفينيو، دي طبعا بما ان طرف القيد كان الاكونت ريسيفبل، ده معناه ان انا ما خدتش فلوس لسه، وبالتالي ده تو ريكورد سيلز اون اكونت. طبعا في نفس الوقت لو انا بستخدم طريقه البربيتشوال انفنتوري او الجرد الدوري، هسجل في نفس التوقيت بالظبط، هسجل قيد تكلفه المبيعات اللي بيقول فيه من حساب تكلفه المبيعات 16000 الى حساب الانفنتوري، وده تو ريكورد كوست اوف جود سولد. برضو هنا بيوريك بنوضح لك هنا الفرق ما بين طريقه الجرد الدوري والجرد المستمر. لان الجرد المستمر احنا بنعمل القيد ده، لكن ما بيتعملش القيد ده في الجرد الايه الدوري. يبقى مهم قوي القيد اللي قدامك دلوقتي على الشاشه ان انت بتبقى عارف ان الجرد الدوري بعمل فيه القيد الثاني اللي هو قيد تكلفه المبيعات والمخزون، لكن في الجرد المستمر، لكن في الجرد الدوري ما بعملش القيد الثاني دوت. طيب لو في ريتيرن او الاونس طبعا بسجل عادي جدا، بقول ديبت سيلز ريتيرن كريدت الالاونس او الاكونت ريسيفبل، لان حصل مرتجعات 400 قطعه العميل رجعهم، وبالتالي بعمل القيد برضو بتاع تكلفه المبيعات اللي هو بنقول فيه ديبت الانفنتوري كريدت الكوست اوف جود سولد، وبسجل الريتيرن. طب الكلام دوت بيأثر ازاي؟ لو بصينا كده عندي حساب الاكونت ريسيفبل، انا بعت ب 28000 وتم عمل مرتجعات ب 2800، وبالتالي كل المستحق ليا عند العميل هو 25200. ال 25200 دول اللي بيتحسب عليهم الايه الالاونس، واللي بيتحسب عليهم الباد ديتس، واللي بيتحسب عليهم كل حاجه، ده النت ريسيفبل، وده اللي بيتحسب عليهم الديسكاونت، وده اللي يعني هو بيسدد، لو سدد بالديسكاونت بيحسب من الرقم دوت، لو سدد في الفتره اللي هي 30 يوم بيسدد الرقم دوت، ما بيسددش اجمالي الفاتوره. وبالتالي هتلاقي بقيه الحسابات اللي عندك السيلز متسجله طبعا وطبيعتها كريدت، وكنا ادينا محاضره في الموضوع دوت في طبيعه الاكونت بتاعت كل حساب، طبيعتها كريدت. السيلز 28000، سيلز ديسكاونت مفيش، سيلز ريتيرن اند الاونس 2800. طيب لو في ديسكاونت 3%، لو سدد خلال فترة الديسكاونت هياخد 3% خصم. هفترض ان المبيعات ب 25 و200، 3% يعني 756، يبقى الكاش هيبقى كام؟
وهو بيسدد هسجل الكاش، انا كده خدت كاش اقل من المفروض اخده، يبقى بسجل بقول ديبت كاش 24444، بقول ديبت سيلز ديسكاونت كريدت الاكونت ريسيفبل 25200، لان انا الكاش اللي خدته اقل من 25200 لان هو استفاد بالخصم اللي انا كنت عامله له، وبالتالي كولكت سيلز اون اكونت. ده شكل القيد بتاعنا في حاله ان يكون العميل استفاد بفتره الخصم اللي هي 3%. طيب تأثير ده ايه على القيود بتاعتي؟ زي ما انتم شفتوا كده في البورد. خلاص حساب العميل 28000 ديبت، 2800 ريتيرن، دفع 25200 طبقا للقيد اللي فات. عندي المبيعات بتاعتي 28000، سيلز ديسكاونت زي ما انتم شايفين كده نزلنا 756 لان هو استفاد بفترة الخصم اللي انا اديتها له. تعال نشوف الشكل هيكون عامل ازاي. النت سيلز بتاعتي للعميل دوت كانت 28000 اجمالي المبيعات، حصل ريتيرن والاونس ب 2800، سيلز ديسكاونت 756، وبالتالي النت سيلز عندي قيمتها 24444. وبالتالي الكوست اوف جود سولد تكلفة المبيعات هي عبارة عن اجمالي كانت 16000، وطبعا نتيجة الريتيرن اللي حصل احنا عملنا قيد ب 1600، وبالتالي تكلفة المبيعات 14400. يبقى الجروس بروفيت بالنسبة لي 10044 جنيه. طيب تعالوا نخش على الهدف التاني لينا او الاوبجكتيفز رقم 4، والهدف التاني لينا في حسابات السيلز والسيلز ريتيرن والشيبمنت والترانسبورتيشن. تعالوا نشوف القصه ديت هنعملها ازاي. ندخل على طول في الموضوع. انا عندي سيلر وعندي باير. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بضاعه اتنقلت من السيلر الى الباير. احنا دلوقتي عايزين نعرف مين فيهم اللي هيتحمل تمن النقل ده، تمن نقل البضاعه من السيلر للباير، مين فيهم اللي هيتحمله؟ هيتحمله البائع ولا المشتري؟ ده موضوع مهم جدا، وبناء عليه بيأثر تماما في حسبة الحسبة اللي هحسب بيها تكلفة المخزون. لأن في فرق كبير جدا بين تكاليف النقل اللي بيتحملها السيلر او تكاليف النقل في حاله انه يتحملها الباير. طب ده بيتم ازاي؟ بيتم بناء على الاتفاق اللي تم ما بين السيلر والباير. خلي بالك ان السيلر دوت قد يكون ان هو مورد محلي، وقد يكون ان هو مورد خارجي. يعني قد يكون ان البضاعه دي جايه لي من المينا او مستورده من مكان او اخر. في الاخر احنا بنتكلم على تكاليف النقل من مكان السيلر الى تكاليف الى الاستلام في مكان الباير. كويس قوي. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على الجودز دي مين اللي هيتحملها. لو الباير هو اللي هيدفع ثمن الترانسبورتيشن دي او الدليفري ده، يبقى انا استخدمت طريقه اسمها الفوب شيبنج بوينت. يبقى في حالة ان يكون البائع هو اللي هيتحمل نتيجة نقل البضاعة، وبالتالي هو اللي هيتحمل المخاطر بتاعة نقل البضاعة، وبالتالي هو اللي هيعمل تأمين على البضاعة ديت ضد السرقة والحريق والى اخره، يبقى بالنسبة لي انا كده بستخدم طريقة الفوب شيبنج بوينت. ده معناه ان الباير مش مسؤول عن البضاعة ديت في الطريق. يعني طول ما البضاعة دي من اول ما البضاعة دي خرجت من المخزن من هنا، وطول ما هي في الطريق متسجلة في دفاتر مين؟ في دفاتر السيلر، لان الريسك عنده وهو اللي مسؤول عن سداد القيمة ديت. تمام. لكن لو كان الباير او المشتري هو اللي هيدفع مصاريف النقل بتاع البضاعة ديت، يبقى انا كده بستخدم طريقة اسمها الفوب ديستنيشن. السيلر هو اللي بيدفع قيمة الدليفري، وبالتالي طول ما البضاعة في الطريق اللي مسؤول عنها واللي بيتحمل اخطارها هو مين؟ هو السيلر. يبقى تعالوا نعيد الرسمة تاني عشان نقولها بشيء من التوضيح. مين اللي هيتحمل تكلفة نقل البضاعة من السيلر للباير؟ اللي هيتحملها في حالة ان يكون الباير هو اللي هيدفع قيمة البضاعة ديت، يبقى انا بستخدم فوب شيبنج بوينت. في حالة ان يكون السيلر هو اللي هيدفع البضاعة ديت، فانا بستخدم طريقة الفوب ديستنيشن.
وبالتالي لو انا بستخدم طريقه الفوب ديستنيشن يبقى اللي مسؤول عن البضاعه هو السيلر، هو ده اللي بيأمن عليها. ولو انا بستخدم طريقه الفوب شيبنج يبقى اللي مسؤول عن البضاعه هو الباير، هو اللي يبقى دوت بيسجل بيسجل مبيعات وانس ان البضاعه خرجت من عنده، لان اخطار النقل بيتحملها الباير زي ما انت شايف كده هنا. لكن دوت بيسجل شراء من اول، يبقى ده بيسجل مبيعات اول ما البضاعه تخرج من المخازن عنده، وده بيسجل مشتريات اول ما البضاعه تخرج من هنا. طب لو البضاعه هنا حصل لها مشكله، مين اللي بيتحمل الريسك ده؟ مين اللي بيتحمل الخطر ده؟ بيتحمل الخطر المشتري. طيب على العكس، لو انا بستخدم طريقه الفوب ديستنيشن، يعني ايه؟ يعني السيلر هو اللي بيدفع ثمن الجودز دي. ايه اللي هيحصل هنا؟ طول ما البضاعه خرجت من هنا ولسه في الطريق، الباير ملوش علاقه بالموضوع. يعني لو البضاعه حصل لها مشكله في الطريق، الباير ما بيتحملش اي اخطار، اللي بيتحمل الاخطار هو السيلر، هو اللي بيأمن على